أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشاط المحلية. بداية، تتأهب ولاية إن صالح الفتية لاستلام أزيد من 300 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي خلال الأشهر القليلة المقبلة عبر بلدياتها الثلاث ضمن مساعي الدولة لتوفير سكنات لائقة للمواطنين. يقول أحمد بن مسعود. الأشغال على قدم وساق لاستكمال تهيئة الطرقات والربط بشبكة الغاز والماء، إضافة إلى الإنارة العمومية بالسكنات الجديدة المنتهية الأشغال بها 100 مسكن بصيغة السكن العمومي الإيجاري بحيث غمشة، والمواطن بدوره ينتظر أن تكون سكنات لائقة تستوفي جميع المتطلبات الضرورية. وأنا نشوف احنا أن في تزايد، ماناش في تناقص، أنا في تزايد والحمد لله. لهذا نطلب من السلطات المحلية إنجاز السكنات إحياء تكون مجهزة بجميع الوسائل. المسؤولين تاع المنطقة يستغلوا المناطق الشاسعة للسكن، كما أنه معروف عين صالح واسعة، يوفروا لنا منازل بأتم جاهزية. المشاريع السكنية متواصلة، وذلك في إطار البرامج التي خصصتها الدولة للولاية، يراعى فيها النمط العمراني للمنطقة، ينتظر توزيعها في شهر جويلية القادم. 100 مسكن عمومي إيجاري برسم برنامج 2021. نسبة تقدم الأشغال بالنسبة للسكنات منتهية 100%. بالنسبة لأشغال التهيئة بلغت نسبة الأشغال إلى حد الآن 80%. وبمجموع 200 سكن عمومي إيجاري سيتم توزيعها بكل من بلديتي فقرتزوى وإنغر شهر نوفمبر القادم، مما سيحقق الرفاه والعيش الكريم للمواطن.